ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتونا يا جماعه، كل يوم وانتم طيبين. كل ساعة وانتم بخير، كل سفت ثانية، وعم علي بصحة وسلامة، وعم علي طيب وحنين، وعم علي ده ربنا يخليه ده لنا. غدايا عشان انا ماليش اسنان. بيحب العدس. ما كنت جبت لي زبديه. هات بتاعت سفيان اللي ما رضاش ياكلها. يا جماعه شوفوا نحل سفيان عشان مش عايز ياكل. عشان بس بيسنن وكده. حتى مفيش معلقه. احنا محدش يتوقعنا، احنا يوم في مصيف يوم في احنا ممكن نطلع لكم في قلبكم، يعني ممكن تخرجي في الصاله تلاقيني قاعده. طول عمرنا فينا الطبع الاهبل ده والله. اتفضل يا باشا. بس بأمانة رحنا وجينا، ده احسن مكان بحب اقعد فيه. والله يعني انا سامع نادين بتقول لامها امبارح احنا قضينا يوم واحد بس احنا فرحت فرحان وابراهيم. والله العظيم حصل. ده كلنا والله كلنا. انا مش عايزاكم تبسطوا اصلا. لا والله اتبسطنا متهيألي. عشان انتوا كنتوا معظم الوقت قاعده انت واخواتك. هم كبار يعملوا ايه يعني؟ هيفرحوا بايه في المصيف؟ انا وابراهيم ونادين ونان رحنا هناك اقوى بارك ونزلنا البسين، رحنا كذا حاجه. عشان العيال متعودين. العيال متعودين ان انا انزل معاهم البسين. نادين ما صدقت لان كانت حامل وما كانتش بتنزل. وعشان كان يوم واحد فكناش طبعا بقى مستعدين نجيب لبس مثلا ننزل به وكده. طب ايه اللي خلانا نطلع مصيف يوم واحد؟ مش عارف. كنا الاسبوع 2 3 4 شهر 3 كده. عامله لكم مفاجاه تانية. اهو اسبوع كده كل فين وفين. اسبوع؟ مش والله يوم كده كل فين وفين. من احلى مفاجاه بعد بكره. بسم الله. يعني يوم مفاجاه. سموا يا اولاد ولو عشان عدس ما تبطلوا اماره. لا. اماره؟ صلى على النبي. بس انا ما بنحبش العدس. قولي كده حلو. الناس بيقولوا نفسنا عم علي يقول سموا يا ولاد وتسموا. بسم الله الرحمن الرحيم، اوله واخره ونبدا. الموضوع طلع عليا. لا ايه ده؟ فين؟ هرجع عليك جنينه. قاعد لوحده، الجنينه اللي كنا في الفيلا. قاعد لوحده وانت بيعمل ازاي كده؟ والله العظيم ما حصل. لا انت بتعمل كده؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله العظيم حصل. مش عارف انا بقول ايه اساسا. يا بنت هو هو حضر وهو عارف هو شايف ايه. انت خارج قلت له امين بطل بقى كلام. انا حسيتني فعلا ان انا بقول كلام غريب او انا بص ليه؟ لان ساعات ما يجي يلعب اللعبه المنيله ب 60 نيله عليها وعلى اختراعوها. لا بس الحمد لله مش اللعبه بتاعت الناس اللي بيلعبوها قمار وفلوس، لا بيلعب لعبه كوره كده. فبيلعب لعبه كوره فهو بيلعبها يقوم عامل ازاي؟ لا مش ليه؟ عملتها كده وهو قاعد لوحده في الصاله. فخرجت في الجون لقيته متعصب، قعدت ازعق انت بقى كل شويه تقعد تكلم نفسك. قال لي انا بقول بسم الله اوله واخره، اصلا انا نسيت اسمي في الاول فزعلت. قمت قايل بسم الله اوله واخره. كان بياكل. ده رابع مره ياكل امبارح الرز. امبارح مصر يعني كنا معزومين على الغدا. مش بطاطس دي. امبارح ناس حبايب نشوه كانوا عازمونا على الغدا، بس امير ونانو كانوا نايمين كانوا فاصلين. لا لمون كانوا فاصلين من البسين، فنادين وابراهيم هم اللي كانوا معانا. احنا ما صورناش امبارح. ما شاء الله يعني ربنا يبارك لهم. كانوا رحنا تلاقيناهم عاملين غدا ما شاء الله. كان في قريه الناقد. غدا ما شاء الله يعني كتير والله، اكل كتير قوي. كان احلى يوم والله مع احلى ناس. كمان حد شفتوا بتحبوه؟ هناكله؟ هو فقر. حبيبي قطعها. عشان تاكل منه بقى. من الليمون؟ ده كتير اهو. امسكي كده اهو كل. قطم. نيت حياتك كل الليمون ده. هو دايما هو ريحته واللي بياكله شكله يجوع، وريحته حلوه قوي. اقسم بالله ريحته جامده. بس باكله باجي ابلع بحس ان نفسي اتكتم مش عارف ليه. بص امير بيقول ازاي؟ مع ان الليمونه متكلفه والله. والله احلى حاجه في الدنيا الليمون مع عصير. احنا نحبه قوي انا ونانو، بس امير بصوا تعبيرات وشه بيقول لا ما بيحبوش. طب ما تدوقوا حبيبي. امير من شكله مش حابه. اذواق يعني عادي. نادين عرفت بقى ان احنا عاملين الاكله دي، عايزه اقول لكم في مأساة في البيت. انت ما تاخدها تيجي. انت اخدت قطمه كبيره. تحس ان الواحد عايز يعمل خلاف. انت قطمت قطمه كبيره. لا يا عايز لما انت عايز حته كده مع حته صغيره. بلسانك كده. لا ده في ناس بقى تشوفها وهي بتاكل الليمون ده يا نشوه. الليمونه زي ديت على قطمه. احنا نحبه. انا بيتهيألي لو الواحد عايز ينتحر اقوم اعمل الحركه دي. لا تهيألك احنا بنحبه. لا هتقوم رايحه. لا ده كانت امك بتعمل الليمون الاخضر. يا لهوي على الحلاوه. مقفول زي ما هو سليم، تقطمي القطمه يقوم باظظ على طول عليكي. يعني ممكن غرضها الاذيه. لا مش احلى من جبنه نينا. دي باظت بقى من القطمتين دول؟ انا مش عارف من النيش بتاعته ولا دي بتاعتي.
بتاعتنا كلتي؟ ما كانش اصلا؟ لا انت اكلتي من دي بتوتم دي تانية دي مش عارف. ده انت دماغ انا ما اعرفش ان انا خلصت بتاعتي. انا نص صح دلوقتي. هنا اللي بينام احسن. معلش هو بيخرف لان لسه صح ان احنا جينا الصبح كلنا دخلنا كده نمنا ميتين نوم. فبصحتهم والله عملت الاكل بسرعه وصحتهم، ما كنتش متوقعه ان انا هطبخ النهارده. اسكتوا يا اولاد، مش هنطلع لي هنا كله عندي هنا كله. امبارح اقول لها انا شو امي هتقوم اطبخي لي بالليل، كنا قاعدين الفجر تقول لي مانيش قايم، كنت ماسكها يا جماعه بالبواني في دماغي ما سبتهاش الا لما طلعت بتاع هنا. والله العظيم طلع لها بتاع هنا. عارفين يا جماعه بتاعت توم وجيري لما ما حد طلعلكش يخبطهم ما طلعلكش بتاع هنا؟ ما طلعلكش هنا؟ هما الاثنين كذابين. انا والله ما انت طلع لك بتاع هنا. طلع لي طيب بس مش منك. ايا كان بقى. الابله ما يجريش منها حاجه عدله. الابله دي بقى حطت شنطه الهدوم تحت السلم ده في الفيلا اللي احنا كنا قاعدين فيه، معرفش مش عارفه. فداخله اجيب شنطه الهدوم، المفروض ارجع موطيه مش ارجع مرفوعه، اخدتش بالي. فهو بعد ما جبت شنطه الهدوم قمت مرفوعه اغمى عليها والله. فالسلم قام خابطني هنا. قامت مصوته، طلعنا نجري انا والنادين لانها بقى ايه نايمه ما بتنطقش، نفوق فيها وجبت ميه وقعدت اكب عليها فين وفين وما فين. سيبكم من الحاجات دي كلها، المهم الوجع الوقت اللي موجود كده في هنا كلكيعه مكوره كده. عايزه احكي لك عن حاجه بقى ايه؟ بابا ما يصدق انا مش بغمى عليك كده. اقلام. لا والله انا بصحى خد بالك يا بنتي. انا يقول لي انا بصحيك. انا اما كنت بيقرصني اما كنت تعبانه بصحى وشي بيوجعني وارم. ايوه مش من اللي اغمى عليا، من الاقلام. أيوة. بصي نشوى لازم اللي مغمى عليه لازم تستعجل في صحيانه وتصحيه في ساعتها. بس انا متخيلاك، انا نفسي تصوروه متخيله ان هو بقى والله ده حصل بالبوان والله ده بقى اندرتيكر ساعتها. والله حصل. إيه؟ بيعمل ازاي؟ بردب بقى دماغي كده. لا والله ما حصل. والله العظيم امبارح اللي بتاع الكالو ده يا نشوى اللي كان انت غير سيبك من لا الكلام والله محكول. كان زمان كان بيطلع لنا عشان كنا بنتدرب وكده، كان بيطلع لنا ايه؟ كنا نقوم جايبين شيلين وحاطينه ونفضل ضاغطين بقى، بس الراحه بتروح من الوجع. مش مش موضوعنا برضو. انا عايز اعملها لك بجنان. مش موضوعنا برضو. انت بتقعد تفوقني بالاقلام؟ لا والله ما يجي لها. خلي بالك علم ان النفس. شاء الله ليه؟ من علم النفس هو توتر بيغير الموضوع. وانت ما شاء الله دارس علم نفس. لا ما شاء الله. والله يا جماعه عرفت تتوتر. بيعمل نفس قوي. شفت رفعت ايده لما راح عمل كده، ده توتر ده. اكتر حاجه تعصبني لما يقول لك ايه بصوا مسكتك ايدك كده بتبين انك متوتر. ايوه يا الحاجات دي فعلا ده علم والله. ده علم. اصل انا على طول بقعد اعمل كده، ده انا على كده عندي حاله نفسيه عصبيه. البيضه بتاعتك ما بتاكلهاش تقطوني كده. لا تقطوني زي ما حد يقعد يتكلم ويقعد يعبر بايده وبتاع، تعرف ما دي دليل الفشل. ده دليل الفشل. في واحد تاني اتكلمت تلاقي يستبك. ده علم بابا. كل ده ليها دلائل. انت ابوك لما كان بيتكلم كان بيعمل ايه؟ انا بابا كان بيتكلم جدع كده والله العظيم اقسم بالله صوته كان بيوصل لك اخر الشارع. صوته عالي. وبعدين لما كان يتكلم مع حد يفضل الناس باصين في وشه عامله حركتك يعني انت اليومين دول متعلمها. هو بيتخانق معايا ولا هو بيتكلم بجد ولا هو ايه؟ بابا كده، بابا لما تتكلمي معاه يتعصب. هو مش بيتعصب، هو احنا طبيعتنا عيلتنا كلها فيها عيب الصوت العالي وغصب عننا. زورهم سالك. والله صوتنا عالي قوي. فكان بابا يجي يتكلم مع حد ويحكي موضوع وانا واخواتي ما نندمج بالصوت. معانا ليا اختي واحده اقسم بالله ادفع لكم ايه رهان لو هي بتتكلم في التليفون مكالمه مش عايزه حد يسمعها. ادفع لكم رهان تعرفوا هي قالت ايه. بصي هي بتعمل كده على التليفون بس. انا لما اكون بتكلم في التليفون او السواق الميكروباص ذات نفسه بيبقى عارف انا رايحه فين وايه اللي حصل ومين ايوه يا علي. طيب ماشي. تلاقي الشارع كله. كنت في البنك من اسبوعين ففي انا ساعات اقول لها يا نشوى ما تقفل التليفون وكلم انت بتكلمي منين؟ اكيد هيسمع. كنت في البنك واجي عليا الدور اقف على الشباك ففي مشكله فيها محامي ومش عارفه ايه ولازم نشتكيه. والمحامي الراجل بتاع البنك يلا يا مدام عشان تمشي. البنك كله كان سامع ان انا عندي مشكله وفيها. في ناس لما يجوا يتكلموا وانت قاعده جنبهم ما تعرفش هما بيقولوا ايه. اختي كده. انا ساعات اصلا بيجي لي اوقات ما بعرفش اتكلم فيها او مش عارفه انا بقول ايه. لما كنت صاحيه من النوم. انا لما كنت صاحيه من النوم ما تبقاش عارفه. لما تبقى قاعده متيسه زي البتاع كده في التليفون. اجي اقول بابا انا عطشانه يقول من التليفون، عيني بتوجعني من التليفون. يعني من دقيقه بقول له عينيا فيها رمل بيقول لي من الموبايل.
لا لا بجد الموبايل ده حاجه صعبه قوي، اقسم بالله انا المفروض قاعده على التليفون المفروض عشان امنتج واعمل. ماما بقول بابا انا زهقانه، بيقول لي من الاندومي. يعني زهقانه من الاندومي ازاي مش عارفه. ومصدع من الاندومي. حلة العدس ديت ومزاجك وحش من الاندومي. دي حله رز وعدس. ومن لعبه بابا. لمين؟ هي موجوده اي حد اللي عايز ياكل. شايفين؟ عامله حله كتير والله. غدوه والله في منتهى الطعام. اه؟ الصينيه عامله صينيه قرع بعسل. لا لا انا دوبك اكل سيبت شويه كده. عامله صينيه قرع بعسل. عارفه اتعشى ايه؟ اتعشى ايه؟ ابعت امال يجيب لنا عيش. فينا فطير. رايق. هنا فطير فين؟ ابوك الصراحه. ابوك ما شاء الله اللهم صل على النبي. ما اعرفش فطير. ده انا داخله الاكل ده بلاكل. مكلفك كام؟ انت جايبه عدس بكام؟ 30. وجايبه بيض بكام؟ 25. قولي 20 لان انت جايبه لي بيضه مكسوره. لا هي 25. ما انت قولي 50 جنيه. 50 بس من غير البطاطس ومن غير الليمون المحدق. حلو ولا وحش؟ حلو قوي. حلو اكله خد طعمه لنا. والله. يلا نستأذن بقى. مع السلامه يا جماعه. مع السلامه يا جماعه.